شاورما اللحمة بطريقتي هتسعد أي حد هياكلها، لأنها أحلى شاورما هتاكلوها في حياتكم. عملتها في عيش عادي، وكمان عملتها في عيش بلدي صحية أكتر للناس اللي بتخفف. أول حاجة هنعملها في وصفتنا، معايا هنا كيلو من اللحمة مقطعها شرايح، هضيف عليها عصير ليمونة كاملة، ملح، فلفل، توم بودرة، بصل بودرة، وأي توابل للحمة، نص كوباية من الخل، وكوباية كبيرة من اللبن الرايب. هقلب كل الخليط ده مع بعضه واسيبه في التتبيلة اقل حاجة ساعتين. والصوص الطحينة 3 معالق زبادي، عليهم ليمون، ملح، فلفل، ورشة شطة دي اختياري، نص كوباية من الطحينة، معلقة زيت، وهنضيف مية ونقلب لحد ما نوصل القوام اللي انتوا شايفينه. هنسيبها على جنبه في الطاسة او الجريل. احط قطعة زبدة وهبدأ اضيف الشاورما. هنحاول نشيل منها السوائل اللي فيها على قد ما نقدر، وهنحطها كلها في الجريل، ومش هنقلبها غير لما تخلص كل ميتها بالشكل ده. هنقلبها كويس، وبعد كده نضيف البصل، نقلبه تقليبة مع اللحمة. هي خلاص كده استوت. هنضيف الطماطم وهنقفل عليها، واخر حاجة هنضيفها هي البقدونس. عايزة اقول لكم ريحتها خطيرة. بعد كده خلاص جاهزين نعمل السندوتشات. هنا استخدمت العيش بتاع البرجر، وكمان استخدمت العيش البلدي اللي قلتلكم عليه. هنضيف الاول الطحينة، وبعد كده هنضيف الشاورما وعليها رشة طحينة، ولازم تجربوها.